السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتي دبري ووفري في مطبخ نوجة. النهاردة بقى قلنا نسيب الطبخ شوية وهنعمل مع بعض كده حاجة حلوة تنفع بقى في أيام الشتا دي. بالليل بقى مع كوباية شاي بلبن كده، الصبح تفطري بيها برضو مع كوباية شاي ولبن. طبعا احنا عارفين ان كلنا بنحب الحجازية. طبعا احنا قلنا بدل ما نشتريها من بره، طبعا احنا بندبر ونوفر، نعملها في البيت بمكونات اقتصادية وموفرة وعلى قد ايدينا ومش مكلفة خالص. وكمان زي ما انا قلت لكم، اي حاجة نقدر نعملها في البيت نعملها، ما نشتريهاش من بره علشان نضمن نظافتها، وتبقى كمان موفرة وعلى قد ايدينا، وتبقى حاجة آمنة وعارفين احنا مصدرها ايه. تمام. النهارده هنعمل مع بعض الحجازية بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وكلنا كده نقدر نعملها، حاجة كده ما فيهاش اي افتكاسات. هنبدأ مع بعض ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف مكوناتنا ايه ونقول بسم الله. اول حاجة هنا انا معايا كوبايتين ونص من الدقيق الابيض. تمام. كوبايتين ونص من الدقيق الابيض دول هتزودي عليهم كوبايه من دقيق السميد، يعني يبقوا 3 كوبايات ونص من دقيق السميد. تمام. ومعايا نص كوبايه زيت، نص كوبايه سمنه، نص كوبايه سكر، ومعايا باكل خميره اللي قدامكم ده، ومعايا معلقه بيكنج باودر كبيره. تمام. يبقى معايا كوبايتين ونص دقيق ابيض، 3 كوبايات ونص دقيق سميد، معايا نص كوبايه زيت، نص كوبايه سمنه، نص كوبايه سكر، ومعلقه البيكنج باودر، باكل خميره. اول حاجه بعملها في اي معجنات، بختبر الخميره بتاعتي واسيبها كده على جنب. طبعا الخميره كلنا عارفين بنختبرها ازاي، نحط باكل خميره ومعلقه سكر وميه دافيه مش سخنه، ونقلبها كويس جدا. وطبعا بتختبريها تسيبيها لغايه اما تشوفي انت هتعملي ايه. تمام. انا هي عملتها قدامكم الخميره وهسيبها تختبر وهغطي عليها. تمام تمام. هجيب بقى بوله وهنزل فيها بالثلاث كوبايات ونص دقيق السميد بتاعي، وبعدين هنزل بيها بكوبايتين ونص من الدقيق الابيض. بصوا انا بعيد معاكم المكونات اهو. وبعدين هنزل بالبيكنج باودر، بنزل بالمقادير الجافه كلها. وبعدين نص معلقه نص كوبايه السكر زي ما احنا شايفين كده. تمام. وبعدين هنزل بقى بعد ما اعمل كل دوت انا هقلبهم قبل ما انزل بالزيت والسمنه. بصي كل المقادير الجافه تنزلي بيها ورا بعضها، وبعدين تبداي بقى تنزلي المواد السائله. تمام. بعد ما عملت كده وقلبتها، هنزل بقى بالنص كوبايه الزيت اللي معايا ونص كوبايه السمنه. طبعا نص كوبايه السمنه مش لازم تسيحيه، مفيش مشكله، يعني حطيه بنفس درجه حرارته ده، مفيش اي مشكله. فانا حطيت اهو قدامكم. هنزل بالايدام بتاعي، وبعد ما اعمل كده طبعا هقلبهم كويس جدا مع بعض. لازم الدقيق يشرب الايدام بتاعي كويس جدا جدا. طبعا انا الاول اشتغلت بالمعلقه، طبعا هشتغل بايدي عشان ده اريح لك، عشان تقدري تشربي الدقيق كله الايدام الموجود معايا. اهو معاكم اهو، بصوا واحده واحده اهو. هبتدي بقى ان انا اشربه كله، لازم تشربيه كويس جدا جدا. تمام. اعجنيها كويس وبتأني وامشي خطوه خطوه عشان تطلع معاكي الحجازيه ناجحه جدا ومضمونه. بصوا انا شربت الايدام بتاعي كله خالص لغايه ما بقى الدقيق عامل ازاي. تمام. بعد كده هعمل ايه؟ بعد ما عملت كده هجيب بقى الخميره، كانت اختبرت معايا وكويسه والحمد لله. هنزل بيها برضو، وزي ما شربت الايدام للدقيق هشرب الخميره للدقيق. شربيها كويس جدا قبل ما تنزلي باي سوائل. تمام. عشان احنا برضو هنشوف الدقيق ده هيحتاج معانا ميه قد ايه. بصوا انا كده شربت الخميره كلها للدقيق بتاعي كويس جدا. هبتدي بقى ان انا اجيب ميه، عايزه تحطي ميه دافيه حطي، عايزه تحطي ميه من الحنفيه حطي. احنا طبعا عشان في الشتاء حطي ميه دافيه. تنزلي بالميه واحده واحده عشان الدقيق بيختلف عن التاني. كل دقيق انت ما تعرفيش بياخد سوائل منك قد ايه. انا هنا دي اخدت معايا بالظبط كوبايه الا ربع من الميه الدافيه. تمام. بصوا كده محتاجه ميه تاني. هنزل بشويه ميه اهو، كوبايه الا ربع. تنزلي بالميه واحده واحده خالص على مهلك جدا. العجين بالذات لازم تعجنيه بالراحه علشان ما يبص منك، لان انت لو عملتيها سايله خالص كده بوظتيها. اعجني بالراحه واحده واحده. بصوا خدت معايا كوبايه الا ربع من الميه. بصوا وعجنتها بقى كويس جدا جدا جدا. طبعا احنا عايزين نعرف، لو انا اول مره اعمل عجينه عايزه اعرف العجينه بتاعتي دي محتاجه ميه تاني ولا لا. هعمل ايه يا جماعه؟ هاخد، بصوا البوله بتاعتي نتفت ازاي. هاخد حته من العجينه دي وهكورها. لو شققت من الجناب يبقى العجينه بتاعتي دي محتاجه ميه، ما شققتش يبقى كده بسم الله ما شاء الله العجينه زي الفل. ابدأي بقى ان انت ايه تشتغلي بيها. بس احنا في حالتنا هنا اي عجينه بنسيبها ترتاح، فانا طبعا هسيب العجينه دي ترتاح مش تختمر. تمام. هسيبها ترتاح وارجع اوريها لكم.
بصوا، عبل ما العجينه ترتاح هعمل الحشوه بتاعت الحجازيه. هجيب بوله وهنزل فيها بكوبايه سكر وكوبايه دقيق سميد، خليكي مركزه معايا، وهنزل عليها بمعلقتين من اللي هم بتوع الرز قرفه. تمام تمام، حابه تزودي قرفه زودي، مفيش اي مشكله، بس انا بقول لك المقدار ده اللي هي كوبايه السكر كوبايه دقيق سميد، حطي عليهم معلقتين بس قرفه. تمام. وحطي عليهم بقى التكايه دي معلقه كاكاو عشان تدي لون حلو للحشوه. تمام. اكتر من كده ما تعمليش. كوبايه سكر كوبايه دقيق سميد معلقتين قرفه ومعلقه الكاكاو بتاعي، هقلبهم كويس جدا لغايه لما كل المكونات دي تخش في بعضها. تمام. ما تستعجليش، اعملي حاجتك واحده واحده وبالراحه وسمي الله، هتطلع معاكي حاجتك مظبوطه ان شاء الله وجميله. بصوا، كنت دخلت كل المكونات مع بعضها، هبتدي بقى اجيب الميه، هنزل بالميه دي بالمعلقه. اوعي تنزلي تكبي بالميه بالكوبايه، ليه؟ علشان احنا مش عايزينها عجينه، احنا عايزينها يعني ايه، زي الرمل مفروله كده. تمام. بصوا، نزلت ب3 معالق ميه قدامك اهو، وهبتدي ان انا اقلبها اشربها الميه كويس. لقيتها محتاجه ميه تاني هنزل لها، هي طبعا هتحتاج ميه تاني لسه. انا بقول لكم ليه ما تكبوش، اعملوا واحده واحده عشان ما تبقاش عجينه معاكي. بصوا، نزلت كمان، يعني هي اخدت معايا بتاع 6 معالق ميه. انتي برضو خلي عينيكي ميزانك لكل حاجه بتعمليها. بصوا، هو ده منظر الحشوه اللي انا عايزاه. بصوا، لا عجينه ولا اي حاجه، هي مفروله معايا، لازم القوام ده هو اللي انا محتاجاه في الحشوه. تمام. لغايه كده كويس كويس. نبدا بقى ايه، نجيب العجينه اللي سيبناها ترتاح. انا هبططها كده في قلب البوله اللي انا حطاها فيها. ليه بقى هبططها؟ علشان خاطر انا عايزه اقسم نص اكبر من نص. ليه بقى نص اكبر من نص؟ عشان النص الاكبر ده هو ده اللي انا هحطه من تحت في الصينيه من تحت، النص التاني ده اللي هيبقى من فوق. علشان ايه بقى يا جماعه الخطوه دي؟ علشان انا عايزه اعمل سور كده صغنن عشان الحشوه ما تطلعش مني. هجيب القالب بتاعي اللي انا هعمل فيه، ولا تدهنيه زيت ولا سمنه ولا اي حاجه، هي العجينه بتاعتي فيها الاقدام وكويسه جدا، وهتبقى مظبوطه معاكي، مش هتلزق وهتطلع معاكي زي الفل. هبتدي ان انا بصوا ابططها كده، هعمل الطبقه اللي هي من تحت، بس هتعملي لها سور من الجنب كده بسيط. ليه؟ عشان الحشوه ما تطلعش منك، طبعا مش سور عالي، مجرد ان هي تبقى عاليه سنه، بصوا من الجناب كده، مش اكتر ولا اقل. تمام. ما فيهاش اي اختراع ولا اي افتكاسه، لو انت اول مره تعمليها امشي بالخطوات دي هتطلع معاكي زي الفل. بصوا، انا عملت الطبقه اللي من تحت وعملت لها سور صغنن كده من الجناب عشان خاطر الحشوه بتاعتي ما تطلعش مني. هبتدي بقى ان انا اجيب الحشوه بتاعتي اللي انا عملتها، وابتدي ان انا احطها بعد ما عملت الطبقه اللي من تحت. هبتدي ان انا احطها كده زي ما احنا شايفين، وابتدي ان انا افردها. هتتفرد معاكي بطريقه سهله وجميله وما فيهاش اي حاجه. بصوا، هبتدي ان انا افردها كده، طبعا ما تطلعش من الحروف قوي علشان الحشوه ما تطلعش بره. بصوا، وهو السور اللي انت عاملاه ده هو هيظبط لك موضوع ان الحشوه ما تطلعش بره، ما تقلقيش، امشي بالخطوات دي هتطلع معاكي مظبوطه جدا. هنيجي بقى نعمل الطبقه اللي من فوق. طبعا الطبقه اللي من فوق دي هي بتبقى اصعب من الطبقه اللي من تحت، وممكن تطلع معاكي مش مظبوطه متبهدله مش عارفه ايه. طبعا لازم تفرديها على على كيس تلاجة علشان تعرفي ترفعيها، لو فردتيها على الرخامه مش هتعرفي ترفعيها خالص، انا بقول لكم كده. وما ينفعش تحطيها من فوق على الحشوه وتبداي ان انت تبططيها، بوظتي الحجازيه. بصوا، بعد ما فردتها كده على كيس التلاجة، هبتدي بقى ان انا اجيب سكينه وهبتدي ان انا اسويها اقطعها مربع كده. ليه؟ عشان انا هحط مربعات جنب بعضها. انا عايزه اقول لكم، يعني اللي ما بتعرفش تعمل حجازيه اعملي الخطوات دي، بعد كده هتبقي استاذه فيها وهتبقى جميله معاكي ومفيش اي مشكله. بصوا، انا كده بصوا سويت الحروف من الجناب. ليه بقى؟ عشان ابتدي ان انا اشيل العجينه على ايدي. الكيس هيسهل لي ان انا اشيلها، اسهل ما انا اعملها على الرخامه او ان انا اعملها فوق الحشوه. الحشوه لو عملتها فوق الحشوه هتبوظ. تمام. هشيلها بقى على ايدي كده، وهبتدي ان انا احطها فوق الحشوه بتاعتي من فوق في الصينيه. بصوا، الطريقه دي سهله جدا على فكره، اعملوا بيها، هتمشوا بيها هتبقى معاكم مظبوطه. طبعا زي ما احنا شايفين اهو، انا هكمل بقيه الصينيه بالشكل ده، حتى لو في حاجات اتلخبطت شكل الصينيه من فوق برضو مش هتفرق معايا، هوريكم شكلها النهائي هيبقى عامل ازاي. تمام. بصوا، انا كده عملت الطبقه دي، هبتدي بقى ان انا اكمل بقيه الصينيه. خلاص. طبعا هنا انا كملت بقيه الصينيه. هتقولي بصي شكلها في حتت مش مظبوطه ومش عارفه ايه، لا ولا تشغلك، هتشوفي الشكل النهائي هتبقى عامله ازاي. طبعا بقى هعمل ايه بعد كده؟ هجيب شوكه، وهبتدي بقى ان انا بالشوكه دي رايحه كده، هبتدي من جنب ده جاي كده واعكس الصينيه واعملها من الجنبين. تمام. زي ما احنا شايفين كده، بصوا عامل لها شكل كده زي ما احنا شايفين. بصوا،
انا عملت لها شكل كده زي ما انتم شايفين قدامكم اهو. وعايزه اقول لكم مفيش اي حاجه هتبان، وهتبقى تطلع زي الفل وجميله، ولا اي حاجه. وهتشوفوا طعمها، والنتيجه كانت تحفه جدا وريحتها كانت جميله. بصوا انا هنا عملت الصينيه. بعد ما بتعمليها كده بالشوكه، طبعا بقى لازم تقطعيها لما تدخليها الفرن. تقطعيها مثلثات، تقطعيها مربعات، تقطعيها مستطيل، زي ما انتي التقطيعه اللي تريحك قطعيها واعمليها. انا هنا هقطعها زي ما انتوا شايفين مستطيل. وطبعا في الوقت ده طبعا انت تكوني مسخنه الفرن، وتبداي ان انت تدخليها وتتابعيها طبعا، تديها وش من تحت. وممكن ايه اول ما تلاقي احمرت من تحت تفتحي عليها الشوايه. كده كانت الحجازيه بتاعتي خلصت. بصوا بقى لما طلعت معايا، ولا في شكل باين من فوق ولا في اي حاجه. عايزه اقول لكم كان شكلها تحفه، وطعمها روعه، وكانت مش قادره اقول لكم ريحتها قلبه البيت كله. يعني بجد بجد لو عملتيها بالطريقه دي هتعتمديها على طول. حاولي تسهلي الامور على نفسك. لو انت ما بتعرفيش تعملي حاجه زي، اعمليها بالطريقه دي. كيس التلاجة وبططي عليه العجينه وحطيها. حاولي تعملي كل حاجه في البيت زي ما انا قلت لكم. اي حاجه نقدر نعملها في البيت نعملها. يا رب كده تكون وصفتي خفيفة على قلبكم وعجبتكم، واكون بقدر افيدكم ولو بمعلومة. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في قناتي دبري ووفري في مطبخ نوجة، وربنا يحسن ما بين ايديكم.